ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. النهارده هنقارن ما بين كي بلاست وسبون فاير. قبل ما نبدا الفيديو متنساش تصلي على النبي وتعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك. يلا نبدا. هنبتدي بهيت بلاست. هيت بلاست من اوائل واشهر وحوش بنتين. شكله عباره عن كائن بركاني وجسمه مليان صخور ملتهبه، جواه نار مشتعله وقدرته الاساسيه اطلاق لهيب بدرجات حراره عاليه. بيقدر يحرق او يذيب اي حاجه في طريقه، وكمان ممكن يطلع كرات ناريه من ايده او اشعه مركزه. الميزه القويه عنده انه يقدر يستخدم النار للدفاع، يعني يطير لمسافات قصيره او يتحرك بسرعه رهيبه. ده بيخليه وحش هجومي ممتاز وسريع في نفس الوقت. مش بس كده، هو يقدر يعمل حائط ناري كدفاع ويسيطر على شكل النار زي ما هي، واي عدو يستخدم الجليد او التلج عموما بيعتبر ضعيف قدامه جدا. لكن في المقابل نقطه ضعفه الكبيره هي الميه. اي تعرض مباشر للميه بيقلل قوته وبيطفي لهيبه. بس من الناحيه الرمزيه هيت بلاست بيمثل القوه الهجوميه المباشره. لو بنتين عايز يحسم معركه بسرعه وبشكل حاسم، او الاختيار بيكون هو ده، واللي خلى هيت بلاست من اكتر الوحوش المحبوبه عند المتابعين، لانه بيجمع بين الشكل المهيب والقوه الناريه اللي كلنا بنحبها. وطبعا ده عشق الطفوله لانه اول فضائي بنتين اتحولوا في السلسله. بنخش بقى سوان فاير. سوان فاير ظهر اول مره في سلسله بنتين الين فورس، وهو مزيج غريب بين النباتات والنار. شكله عباره عن جسم نباتي اخضر بيطلع منه لهب، وده لوحده بيخليه وحش مميز جدا. قدراته متعدده. اولا ممكن يقدر يتحكم النباتات من حواليه، وممكن يخلي الجذور تطلع من الارض وتربط العدو. وغير كده عنده قدرات انه يطلق بذور او نباتات متفجره وكانها قنابل. الميزه التانيه القويه عنده هي انتاج لهب ناري. طبعا هو مش بنفس قوه هيت بلاست، لكن هو يقدر يدمر اي حاجه قدامه. واللي يميزه اللي عنده هجوم مزدوج، اللي هو هجوم النار وهجوم النباتات. كمان عنده قدره خارقه وهي التجديد الذاتي. اي اصابه بتجيله حتى لو كانت كبيره يقدر يعالج نفسه بسرعه. لو اتقطع جزء منه يرجع ينمو من جديد عادي. مشكلته الوحيده هنا ان حركته بطيئه وابطا من هيت بلاست، وكمان ممكن يتاثر لو اتجمد او تعرض لهجمات شديده بالثلج زيه زي هيت بلاست. سوان فاير مش بس قوه هجوميه، لكنه كائن متوازن بيعتمد على الدفاع والهجوم والتجدد. عشان كده هو من اكتر الوحوش اللي بيخلوا بنتين صعب يتغلب عليه. باختصار سوان فاير بيساوي النار زائد النبات زائد التجديد. الاتنين دول بقى عندهم قوه رهيبه. لكن السؤال الحقيقي، فلو حصل مواجهه ما بينهم مباشره، مين يكسب، سوان فاير ولا هيت بلاست؟ متنساش تكتب لي رايك في الكومنتات. سلام.